إذن ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. هذا الحديث باطل، ما موجود في البخاري، أضيف إلى البخاري بعد مئات السنين، وأضيف شيئا فشيئا. هو الحديث موجود في باب الجهاد وباب الصلاة. لما نقول أن أصل اللفظة لو صح فإنه هو عثمان تقتله الفئة الباغية، نقول ذلك أخواني لأسباب كثيرة، منها التي قدمتها، ومنها أن حيثيات القضية، كل قضية عند القاضي لا بد لها من حيثيات. عثمان تقتله الفئة الباغية، نعم أيها الإخوة، عثمان وليس عمار تقتله الفئة الباغية. وأنا أؤكد على بطلان حديث عمار تقتله الفئة الباغية، وأن الذي قتلته الفئة الباغية هو عثمان وليس عمار. جاء في كتاب نظم المتناثر من الحديث المتواتر، تأليف أبي عبد الله محمد بن جعفر، في رقم 237 حديث تقتل عمارا الفئة الباغية. هذا الحديث متواتر، ويذكر هنا طرق الحديث إلى أن يقول: وممن صرح بتواتره السيوطي في خصائصه الكبرى. ويقول في الصفحة التالية، يقول المؤلف في الصفحة التالية: ونص ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة عمار: وتواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تقتل عمارا الفئة الباغية. وهذا من أخباره بالغيب وأعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أصح الأحاديث. الآن بعد إثبات تواتر هذا الحديث، جاء في كتاب المنهج الحديث في علوم الحديث، تأليف الدكتور محمد مختار المفتي، يقول المؤلف: منكر الحديث المتواتر يكفر، لأنه ينكر النص الثابت القاطع الذي هو بمنزلة القرآن الكريم. منكر الحديث المتواتر يكفر. أيضا في كتاب مدخل إلى علوم القرآن الكريم والسنة النبوية، يقول المؤلف: إن وصول الحديث بطريق التواتر ينفي أي احتمال للخطأ أو للكذب في روايته، ولذلك فإنه يجب الأخذ بالحديث المتواتر، ويكفر من ينكره، لأن إنكاره ليس شكا في السند، بل هو تكذيب للنبي صلى الله عليه وآله. فالحديث المتواتر إذن كالقرآن الكريم من حيث إنه قطعي الثبوت، يجب الإيمان به والعمل به، ويكفر منكره. جاء في كتاب مجموعة الرسائل الكبرى الجزء الأول لابن تيمية، يقول ابن تيمية: وأما من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد قيام الحجة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل من ينكر وجود أحاديث متواترة يكفر بذلك؟ ينكر المتواتر يكفر. اللي ينكر المتواتر يكفر. اللي ينكر المتواتر يكفر.